صباح الخير، عاملين ايه؟ بودكاست جواك حكاية، ودي الحلقة رقم 4. ضيف النهاردة هو ضيف عزيز عليا أنا شخصيا كامتياز، نتعامل معاه كل يوم في الشفتات، ومن ناس فئة هو مهدر حقها شوية، فعشان كده احنا حابين نلقي الضوء عليها، وهي فئة التمريض. معانا ميس عفاف. ازي حضرتك يا ميس عفاف، عاملة أهلا ايه؟ بحضرتك، الحمد لله. حضرتك ممكن تعرفينا بنفسك؟ عطاف رمضان، شغالة هنا في الأطفال من 89. انت ساعة تانية، حضرتك دخلتي تمريض ده عن حب ولا صدمات؟ لا الصراحة بحب مهنتي جدا، حاسة إن أنا بعمل حاجة بيني وبين ربنا أنا عملتها صح. أكيد ربنا هأجر عليها، يعني ده بصرف النظر عن المرتب والحاجات دي كلها. في موقف معين خلّاكِ لأ أنا هاختار كلية تمريض؟ حضرتك أنا يعني كان في حد معرفة عندي كان عامل حادثة مرة، ودخلت المنظور ولقيت إن التمريض بيعملوا حاجة كويسة جدا، ويعني حاجة فيها ثواب أكبر من إنك دي وظيفة. فحبيتها جدا فعلا، وحبيت المهنة بتاعتي الحمد لله. طيب حضرتك مِس عفاف، ممكن تقولي للمشاهدين حضرتك وظيفتِك إيه في حضرتك دلوقتي إحنا في قسم الوراثة، حضرتك ميس مم. التمريض في قسم الوراثة، حضرتك وظيفتِك إيه؟ هو أنا دلوقتي رئيسة تمريض بقسم الوراثة. بس طبعا ده ما بيمنعش إن أنا بشتغل بإيدي زي التمريض. مش عشان أنا رئيسة أقعد، لأ. أنا بحب إن أنا مثلا أعلم الناس اللي حواليا التعاون، أحببهم في الشغل نفسه. وبرضو أعلم البنات تركيب الكانولات، لأن ربنا موفقني فيها أفضل يعني. صراحة أنا باشوف حضرتك ميس الحمد لله. عفاف تعاملِك مع الأطفال. إحنا برضه عايزين نوضّح للناس اللي بيتفرّجوا علينا، إحنا عندنا في الوراثة إن في أطفال بيبقى عندهم نقص في إنزيمات معيّنة أو حاجات معيّنة، فبتحتاج إن هي تيجي تعلّق الأدوية كل أسبوع. فميس عفاف تقريبًا بتشوف الpatient أو العيانين كل أسبوع، فحضرتك بتتعاملي مع كل فئة الأطفال والكبار، بس طبعًا تركيز على الأطفال. باشوف حضرتك بجد يعني عندِك مهارة عالية إنِّك تتعاملي مع الحمد الطفل لله. الصغير. تنصحي إيه مثلًا لو حد تمريض إزاي يتعامل مع الطفل الصغير خالص كده؟ باشوفِك بتبقي عندِك ثبات انفعالي رهيب ما شاء الله. هو يعني الحمد لله برضك ان انت اهم حاجه في الطفل دوت عايز ملاطفه اكتر. غير الكبير اللي هو فاهم. يعني الكبير قاعد قصادك فاهم هو هيعمل ايه، الطفل مش فاهم الكلام ده. ما كانش يحب الحاجه، في اطفال كتير بيقعدوا يقولوا لاهاليهم يلا نروح نعلق، وغالبا كله بيقول يلا نروح نلمس عفاف. فانا نفسي كل التمريض يعني يحبب الاطفال، وانه كنت انا مش جايه اتعانف مع المريض او انا اعمل شغل وخلاص. لا، انا خليت الطفل الحمد لله بفضل ربنا، انتوا شايفين، يحب المكان نفسه، بيبقى جاي فرحان ما يعلق. دي إحنا كمان فدي إحنا نفسنا بقينا نحب دي نيجي. حاجة كويسة جدًا. طبعًا نفسي التمريض كلها يتعاملوا بيها. طب إيه أصعب موقف اتعرّضتِ ليه مع مريض؟ أصعب موقف يعني. هو يعني ساعات بعض برضُك من الناس ربنا يهديهم ويصلح حالهم، ما بيكونوش فاهمين طبيعة شغلنا، أول ما بييجوا يعلّقوا بيتعاملوا معانا بعنف وبطريقة مش حلوة، وممكن يتطاولوا علينا في الكلام. بس صراحة بنحاول إن إحنا يعني نبقى عندنا ثبات، بعد كده أمّا بيفهم طبيعة عملنا بنلاقيه بييجي يعتذر ويتكلم كويس جدًا، ويبقى صراحة بيدعي لنا وبيشكر فينا والحمد لله. جالِك حالة قبل كده اضطريتِ تعلّقي أدرينالين بقى والشغل اللي بنشوفه في Grey's Anatomy وتجري كتير. على كتير جدًا حضرتك. إحنا أول ما بدأنا هنا الوحدة ما كانش في عندنا امتياز، عندنا إلا جدًا يعني عندنا تقريبًا كان عندنا بس 2 نواب، كان دكتور محمد، دكتور عبد الله، كان معانا دكتورة ندى طبعًا كانت مدرس مساعد، ودكتورة سليف. الأعباء كلها كانت تلات أرباعها مقسمة بيننا وبينهم. هم طبعًا بيكشفوا طول النهار في العيادة، وحشة جدًا، صعبة جدًا، جدًا، والناس مش متخيلة الكلام دوّة. فاكرين الوراثة دول بيهزروا آه. تقريبًا أو ما فيش عدد. بل بالعكس، يعني أنا كنت باروح للمديرة أقول له أنا باشوف بنعمل حوالي، كنت ماسكة أدوية برضه بجوار شغلي، إحنا حوالي 800 حالة في الشهر، ما كانوش مصدقين. لمّا عملت عملية وسِبت الأدوية اللي أنا كنت ماسكاها صيدلية كاملة، دكتور مسكها ما اتحمّلش، اتنقل العبور، بعدها جُم بتاع 4 أو 5 مسكوا الشغل اللي أنا كنت ماسكاه بجوار شغلي، بجوار كانوا العينات وبجوار مصدومين من. مش شايفين يعني إيه الواقع اللي إحنا فيه. وكذلك برضُك على الدكاترة، طول النهار يبقى الدكتور يعني ما بيقعدش صراحة. أنا بيصعبوا عليّا ساعات إن عايز يركّز، بيقعد طول النهار يتكلّم مع المريض كل مريض بساعة وأكتر من ساعة بالساعتين. فالناس مش فاهمة المجهود ده كلّه، وفي ناس برضُك ربنا يهديها مش متواصلة معانا، ما يعرفوش ده كلّه، فبيبقوا متحاملين علينا. لأ الدكتور ده مش عارفة إيه، ده عملنا، لأ أقول لها حضرتِك الحالات بتاعتنا نادرة جدًا، الدكتور ما ركّزش وشاف الحالات وكشف صح ووصّل المعلومة صح، حضرتِك يبقى حرام عليه، فلازم تصبروا. فالناس برضه مش كل الناس فاهمة ده، فده كان بيعمل أعباء علينا، خلّي الدكاترة طول النهار قاعدة مع
المرضى اوقات طويله جدا، وبنضطر ان احنا كنا احنا عياده، بنضطر نمشي متاخر. كذلك التعليق كنت انا شايلاه، ما كانش فيه امتياز، فبالتالي انا كنت بسحب بس باجي اركب الكانولات واحضر تعملي العلاج. الفيتالز اه وكل حاجة. اه، واعمل كل حاجه، وامسك حضرتك الميديك شيت دوت. كنت انا اللي اسجل سجلي. فيه، ولو حصل رياكشن اتعامل معاه بالفعل. كنت ممكن ادي ادرينالين على حسب وزن الطفل، كل كيلو شرطه، واتعامل واخش للدكتور، لان انا شايفه الدكتور هو مضغوط. ما فيش حضرتك منفذ، انا ممكن عقبال ما اوصل له الحاله تأرست او تخش في بري أرست. فطبعا لازم اتعامل، فكنت ادي ادرينالين، ادي سيلوكورتيف، افيتر الحاله كل ربع ساعه. كل ده كان شغل طبعا عليه الحمد لله. ماشي ميس عفاف، انا قبل ما اكون يعني امتياز في راوند الوراثه، صراحه ما كنتش اسمع او عندي معلومات عن القسم، وقد ايه المجهود اللي انتوا بتعملوه، وان انتوا في عيانين اوريدي انتوا بتشوفوهم تقريبا بقيتوا زي اهلهم، والناس يعني الناس عارفينكم كده. فحضرتك ممكن تديني نبذه صغيره عن قسم الوراثه للناس اللي ما تعرفش شغلنا ايه، يعني الشغل بتاعنا ايه؟ اولا هو حضرتك طبعا الحالات الوراثيه زادت جدا في الفتره الاخيره. فكان الاول كان مجرد العلم بتاعها كطب كانوا بيدرسوه عباره عن نبذه ايه هي الامراض الوراثيه، التشوهات اللي ممكن يحصل ان القرايب لما بيتجوزوا بيحصل ايه، حاجات بسيطه جدا. فدلوقتي مع الاستمراريه في المتابعه بتاعت ان احنا اكتشاف الامراض، فحضرتك ده وخاصة التدخل المبكر، وده بيخص الوراثة. التدخل المبكر ده بيخص الوراثة. ابتدوا مع التدخل المبكر يكتشفوا حاجات الناس ما كانتش توصلت لها علميا. فما بدأ الدكتور رسول الله بصراحة ربنا يبارك له وبعض من الناس النخبة الكبار ابتدوا فعلا يتواصلوا مع التعليم العالي ان لازم يتدرس فعلا الوراثة. ولذلك ان في ناس كتير جدا ما تعرفش حاجة يعني ايه وراثة. حتى في دكاترة لما يعرفوا الامراض، اسامي الامراض بتاعتنا، يعني ايه بومبي، يعني ايه ام بي اس، يعني ايه حاجات زي كده، ما بيبقوش عارفين يعني ايه. حتى لما تروح الدكتور يقول لك يعني ايه، قولي لي ده ايه الدياجنوزس ده ايه. فبالتالي هو دوت اللي كان مأخر حالات الوراثه، ومخلي الدنيا ما حدش يعرف عننا حاجه، وما حدش يعرف الناس مفحوطه قد ايه وتعبانه قد ايه هنا. عقبال ما بتوصل وخاصه للتشخيص. من مرضى ومن تمريض، لان حتى الناس الكبار كانوا بيتعاملوا معانا ايه وراثه، ده انتوا عياده انتوا حتى لو بنعلق انزيمات كل اسبوع فاكرين ان عندنا حاله اتنين. لا، احنا بنعالج العيان مدى الحياه. ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان مدى احنا الحياه. انا مش عايزك تبقى دكتور متخصص في الوراثه، دي مش حتتك، مم. خلاص تمام، دي مش حتتك، بس انا عايزه عندك المعلومه. احنا كدكاتره امتياز او تكليف او دكتور في عيادته بره يلقط ان العيان ده عندك بتاعه المعلومة فتساعد في تبع وراثه. التشخيص، أنا أساعد في بدل ما الدياجنوز بتاع العيان الحالة. بالظبط، برافو عليك، بدل ما بدل ما يلف يفضل يلف يلف على بالسنين، لا. أكتر من دكتور في حاجات كتير، احنا إهدار في مادي. 2025. إهدار مادي، إهدار مادي وسوء الحالة كمان. الحالة بتبقى على ما وصلت لنا. في حالات طبعا احنا حاجه اسمها تدخل مبكر. يعني ايه تدخل مبكر؟ يعني انا كل ما اكتشفت بدري كل ما ساعدت العيان افضل. حضرتك طبعا على ما بيوصل لي العيان متشخص غلط والناس مش عارفه معلومه خالص عن الوراثه. فبالتالي يعني انا بتمنى الناس برضه تكثف المحاضرات اللي هي خاصه يعني حضرتك بالوراثه. رأيك، يعني رأيك مثلا حضرتك دلوقتي حضرتك رئيس التمريض، ان حضرتك نعمل زي محاضرات اه، توعوية توعيه. للتمريض اللي في الوحدات الصحية اللي هي بين كل. التمريض والدكاتره، عشان هو التمريض برضه بيساعد الدكتور في التشخيص. يعني انا دلوقتي لما يجي حاله ممكن انا اقول للدكتور ده الجنوز بتاعها كذا، الحاله ديت رانفيريال حاجات زي كده، جاي بيشتكي من كذا، جاي بيشتكي من كذا، من تفكري من اعراض خبرتك. بقول له الدكتور ده ممكن تبقى اشتباه في كذا. فبساعد الدكتور ليه، ممكن الدكتور يكون جديد معايا وخبرته اقل، بس مع الاعراض اللي هو دارسها والحاجات دي كلها، مع كلامي انا مع الاعراض بتاع العيان فعلا بنوصل للدياجنوز الصح. طب ميس عفاف، في دكتور معين انت يعني بينك وبينه موقف تفتكريه مؤثر في خلال رحلتك؟ في حاجات كتير فمش يعني مش فاكره بقى كله. كان بيحصل لنا مواقف كتير مع النواب هنا، الدكتور عبد الله والدكتور محمد، من كتر الضغط علينا، وانا كنت تمريض لوحدي في المكان، وانا اللي بفايتر وانا بعمل الحاجات دي كلها. ساعات كنت بتعب، كنت اقول له يا دكتور لا انا كده النهارده انا عندي بيتي مش قادره بقى كل يوم اقعد، طب نقسم مع بعض. فده كان بيحصل فعلا. وكنا صراحه يعني ربنا يبارك لهم، من كتر ما هم شايفين التعب كان لود عليا جامد جدا. فكان يقول طب خلاص يا مس عفاف، طب اقعد مثلا لثلاثه، بعد ثلاثه ولا بعد ثلاثه مش هقدر بقى كده، انا ورايا بيت واشوف اعمل ايه. ربنا يحفظك فكان يا رب. ساعات يكمل صراحه، ولو هم خلصوا العياده كانوا ينتظروا لي لما نخلص العياده، وكانوا ساعات بيكملوا وبيشتغلوا الشغل بتاعهم. طب ميس عفاف، من حضرتك وحضرتك لسه كنت تمريض صغنن مم. كده ولسه داخل بقى و...
وقدامه لسه المستقبل. فاكرة ناس في حياتك تحبي تشكريهم في بداية رحلتك لحد ما وصلتي لميس عفاف رئيسة التمريض اللي بتعلم من تحتيها التمريض والامتياز والدكاترة النواب الله الجداد يخليك وكده؟ يا حبيبي. هو صراحة أنا اتعاملت مع ناس كويسة جدا وأغلبيتهم دكاترة كبار. يعني كان دكتور سامي خليفة، كان ودكتور هشام العوض، ودكتورة منال السيد، دكتورة وفاء عزة، دكتور طارق جمس، الناس كبار جدا. وكانوا نواب معانا، دكتورة سلاف نفسها كانت حضرتك نائبة معانا. وكان التعامل بتاعنا فريق واحد. يعني احنا كنا ممكن عدد تمريض مثلا النهارده قليل، تيجي دكتورة سلاف أو دكتورة حنان حسن، دكتورة زينب، الناس الكبار دول. يا مس بالله عليك انا عندي كذا وكذا وكذا، واحنا عارفين المسؤوليه بتاعتهم، هم عارفين المسؤوليات اللي ورانا. طب انا اعمل معاكي كذا في العلاج، وانت تركبي لي كانوس، تحبي لي عينات، انت تعملي مش عارفه، اقول لها حاضر عينيا الاثنين. وكان ده بيحصل بالفعل. كانوا لدرجه ما يكون علينا ضغط تقول لي طب هاتي ادي معاكم العلاج. طبعا معلش انا اسفه، الروح دي مش موجوده دلوقتي. فانا نفسي الناس كلها يبقى عندها كده. انت دخلت طب او دخلت تمريض، تبقى حابه المجال، مش انا جايه ما مجرد هي دي النقطة اللي وظيفه. احنا عايزين نتكلم فيها. فدي احنا حاجه مشكلتنا مش عامله الدكتور تعاون. والتمريض. لا، اه انا بشوف ان التمريض الشاطر، لو التمريض الشاطر هو بجد بيبقى دراع للدكتور اليمين ايوه حرفيا. بينجحوا فعلا، كل بينجحوا حاجة فعلا وهيعلمك بالفعل. يعني وهيعلمك. حضرتك احنا بقول لك انا كنا ماسكين الوحده دي الحمد لله، يعني التوفيق من ربنا برضو. كان دكتور محمد، دكتور عبد الله، كان عليهم ضغوط جامده جدا، دكتوره سليف، دكتوره ندى. فانت لما تلاقي حاله بتجي لها رياكشن، حاله سينوزز، وممكن تخش في ري اريست. فبالتالي انا هعمل ايه؟ انا الدكتور دلوقتي ومعاه حالات ومتصل ذهنيا مع الحاله، فانا عارفه شغله ايه وهو شغله ايه، وفي نفس الوقت هنقذ الحاله. فبالتالي كنت بتعامل مع الحاله وادي الادرينالين واشتغل وفايتر، واقول له دكتور انا حصل كذا للفلانه وعملت كذا وسوى كذا. هتقوم بس حضرتك تبص لي عليها، تسمع لي الشيست بتاعها، تشوف لي دنيتها. بيتعاملوا، وانا شفت ان الحاله استقرت. وبص كان يجي ويبص عليه، كان الشغل كويس جدا والاعلى مستوى الحمد لله. كويس جدا بجد يا مس فانا عفاف. كان نفسي ربنا يعني ان يصلح شاء الحال، الله كل ان الروح شاء دي الله تبقى الروح بين الناس دي. وبعض، سواء دكاتره او تمريض. انا عايزه الكل يكون يحس ببعض. صح. يعني انا زي ما بحس بالدكتور اقول والله لا ده بيصعب عليا، وفعلا كتر خيره. ده طول النهار عمال يتكلم مع الناس، ده بيفصل ازاي عقبال ما بيوصل بيته. يعني ذهنيا ما يقعد يتعلم عشان يوصل المعلومه صح للعيان، ما يقعد يحسب معاها الاكل بالجرامات. الناس مش فاهمه كل الكلام ده، فاهمه، فاكره ان دكاتره الوراثه بتلعب. انا عن نفسي عشان شايفه الدنيا هنا مضغوطه ازاي وعامله ازاي، بصراحه انا بيصعبوا عليا. يعني عيانين البيكي اه واللي والله بنقعد بيحسبوا بالجرامات وده كله، ودي حاجه دي معلومات حقيقة. مهمه جدا. اما بتجي لنا حالات مثلا MSUD، دلوقتي حضرتك عايز الدكتور يديها علاج او يعدي العلاج بتاعها، بالتالي لازم تجي له الصبح تسحب امونيا او تسحب EPG، يوم كل مره تسحب EPG، تسحب الEPG عشان بعد النتيجه ندي العلاج ايه. فطبعا ده برضو ضغوط. لما يجي العيان جه الصبح بدري سحب الEPG، على ما تطلع على ما يجي دوره تاني، على ما غيره دخل. فالناس مش فاهمه كل ده، فاكره بقى ان الوراثه والناس تمريض والدكاتره قاعدين بتدلع. في المالديف. فدي حاجه تعبانه نفسيا فعلا من المكان. ده غير مثلا يعني احنا لينا حقوق ماديه، كل ما نتكلم يقولوا ايه انتوا عياده. يعني مثلا احنا هنا انترميديا مع رعايه. مثلا جوه المستشفى ماسكين بس حالات حرجه، يدوهم حاجه اسمها فلوس طوارئ. مثلا انا مشرفه بيدوهم بدل الاشراف ما يدوناش. يقول لك طب حطها في ما بنتحطش. يعني احنا يا نجي. مس عفاف والله ملناش وجبات، مش اه عارف هي مع انها بتتخصم ولا من وجبات مرتبنا. مع انها بتتخصم من بناخد مرتبنا. نبطشيات زياده في المكان. ما حدش يعني الحمد لله كافئنا ربنا عليها. يعني مثلا انا ليا 3 ساعات مرور في الشهر، انا باخد 3 ساعات. وممكن مثلا معايا الناس بتقعد للساعه 4 والساعه 5 ساعات، في بعض منهم عشان ناس كبار في السن وهم متحملين برضو اعباء عليهم، عارفه مثلا قدراتهم في العمل اقل شويه، فبضطر ان انا اقعد. عبء عليا ولود عليا. بضطر ان انا مثلا اخد نبطشات زياده لو حد تحمل مسؤوليه، لو حد مش موجود، حد خد مرضي، الدنيا وقعت. آه، الدنيا وقعت معانا. كلام زي كده، فبضطر ان انا اشيل لان انا متحمله، انا رئيسه المكان حضرتك، ما تقدريش تسيب المكان مس وتمشي. عفاف، وحضرتك بدأتي في أطفال ولا الأول؟ صح، بدأتي كنتي في الأطفال ولا حضرتك عملتي روتة؟ لا انا كنت في الاطفال. انا اساسا دبلوم فني تمريض، ودارسه سنه معهد تخصص تمريض، سنه تخصص تمريض. ودارسه بقى دراسات تانية بعيدة عن التمريض صراحة، دارسة لسانس وكده. فبس فاشتغلت أطفال والحمد لله كان ربنا موفقني، وبالذات في تركيب الكانولات. طب ف بما إن حضرتك قلتي حاجات اه الدرسية، يعني حضرتك ما مم. شاء الله، يعني ده يدي دفعة مم. للناس اللي في ثانوية دلوقتي. مم. قولوا لهم بقى، يعني قولوا لهم إن لو حد عنده حلم أو طموح هيتحقق يعني. أكيد عرفيهم رحلتك، أكيد أنت أكيد. كنتي يعني
اكيد كل ما يزود علمه كل ما يكون افضل. يعني يعني حضرتك انا حضرتي دبلومه؟ لا انت ما خدتش دبلوم ولا حاجات زي كده، انا دراستي اقل من كده، بس الحمد لله يعني انا بحب جدا اللي يطور اجتهدتي في من الشغل؟ نفسه، وبساعد وبجتهد في شغلي، والحمد لله يعني بفضل ربنا وتوفيق من الله مميزه في شغلي جدا. يعني ما تكون حاله صعبه جدا في قولي دور لي رحلتك كده الاطفال. من اول ما بدأتي تشتغلي في اي انا مستشفى. اشتغلت حديقه في الاطفال، واشتغلت في الكلى الصناعي، واشتغلت طبعا وانا تلميذه، اشتغلت في اماكن كتير جدا قبل التخرج، ومن ضمنها جراحه ورعايات وحاجات زي كده ونسا كل حاجه. يعني عندي معلومه في الحمد لله بفضل ربنا في حاجات كتير جدا. بس اتخصصت اطفال لان انا حبيت الشغل مع الاطفال. اول ما اشتغلت اتخرجت مع الحالات الاورام، قعدت فتره اتخرجتي سنة فيها. كام مس عفاف؟ 89. ما شاء الله. اه بقالي حوالي 36 سنة. اتخرجت في الأورام. فصراحة يعني برضو كنت معاملاهم كأنهم أهلي، وأنا وزمايلي بصراحة كنا مجموعة مميزة، بنحب شغلنا جدا، في نفس الوقت بنحب الحالات جدا. فكان الناس بيتعلقوا بينا، كنا بنتأثر قوي قوي بالأطفال لما بيحصل بتضاي طبعا حالات الأورام، يعني ربنا يعافي الناس كلها. اشتغلت وحدة الدياليسيس. كان في دكتور اسمه محمد صلاح فهيم، كان ماسك زي نائب مدير، وكان ماسك وحدة الكلى. فحضرتك لما كان بيجي دكتور امتياز ونعمل غسيل بروتوني، كان يقول له يا دكتور قول لي انا اعمل، قال له معاك ميس عفاف هي هتقول لك هنعمل ايه بعد ما يشتغل في ما هو الحاله ده اللي بقوله، ويفتحها. التمريض الشاطر الحمد لله كان بيفتح الحاله، وبعد ما يفتحها ونبتدي تستقر ونعلق المحاليل، يقول له ميس عفاف معاك هتقول لك ايه اللي هتحطه بدل ايه وهتعمل ايه، وهي شغاله معاك، ولو في اي حاجه بلغه. فطبعا ده كانت حاجه كويسه، كان بيدينا ثقه في النفس ورفع في الروح المعنويه، ان اللي حواليك يوثق فيكي، والحمد لله. مس عفاف، كلمة أخيرة تحبي تقوليها؟ والله انا احب اقول برضو الناس تبص للتمريض، لان احنا عددنا مش في كل الاماكن مستوفي. والناس تقول لك طالما الناس احنا كبار في السن، وابتدينا طبعا من الشغل اللي معانا نتعب، الناس تقول لك طالما الشغل ماشي خلاص، فده صح، ده مش صح، لان ممكن من كتر الضغوط ضغوط، يحصل خطأ. فيبقى في تقدير ف مادي وتقدير ولا تقدير، فنفسي معنوي بقى وكل يبصوا لهم حاجة. في التقدير المادي والحاجات دي، مش عشان انت مش ماسك، طب انا ماسكه رعايه، لا اصلك ما بتسهريش، لا انا ماسكه صح، رعايه ليا حقوق اديهاني. صح، بس هي الفكره في كده، صح. وطبعا ربنا يصلح الحال للناس اتشرفنا كلها. بمقابلتك يا ميس عفاف. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا ودي يديك حكاية الصحة. النهاردة، ميس عفاف من قسم الوراثة، واستنونا في الحلقة الجاية من جواك حكاية.